المعلم أشرف. بيجوز لأنه ما كان يخاف من الموت، أو بيجوز لأنه ما كان بده يبين للكل إنه ما بيخاف من الموت، أو بيجوز لأنه كان بده يموت. حتى بعد ما عرف بالفخ يلي عاملين له إياه ما فكر إنه يتصل بحدا ليساعده. بس للأسف بوقتها فاتت 9 رصاصات بصدره. تعرفت على أشرف من 4 سنين و7 شهور، ومن أول مرة شافني فيها حبني، وما افترقنا لحد اليوم يلي مات فيه. ترك وراه تقريبا $1 مليار وشوية رجال من يلي كان يحبهم مثل اخواته، وترك قصة حب رح تضل الناس تحكي فيها لفترة طويلة كتير. أكتر شي بيوجعني لما اتذكر يلي صار هو انه كان كاريزما حتى بلحظاته الأخيرة. هيك انتهت قصة المعلم أشرف، بس هي ما بلشت هيك. أشرف، روح جربها. يلا شغل. دعاس بنزين، دعاس أكتر. كمان دعاس بقوة. تمام، طفيها. تعال عندي. من اليوم الأول يلي شاف فيه هديك البنت حياته كلها اختلفت، لدرجة انه حتى النوم طار من عيونه. هو كان مفكر انه الوقت رح ينسيه، بس كل هالسنين يلي مرت ما نسته هالبنت، لأنه حبه لهالبنت يلي فات لقلبه ما في قوة ممكن تطالعه. Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittiğin halde sana intizara kıyamıyorum. ثلاثة اثنين واحد. أشرف كان يقول إنه الإنسان بيحب مرة واحدة بس، وهو كان هيك. كان يهرب من الكل مثل الأولاد يلي بيهربوا من المدرسة، وبيروح لنفس المكان وبيسمع نفس الغنية بصوت ملاحات. وأحيانا كان يضل الصبح عم يسمعها. كان مسمي البنت يلي بيحبها اسم خاص فيه، رؤيا. مرق 20 سنة على أول مرة شافها، بس لهلأ ما نسيها أبدا ولا يوم واحد. وبعد كل هالسنين لسه لهلأ عم يتذكر تفاصيل وشها يلي ما بينساها.
كان يفكر بعيونها وبشفايفها وحتى بشعرها، وأكثر شي كان يحبه فيها هو لون بشرتها ولون عيونها. ولما حكى قصته في ناس كتير ما صدقت وقالت معقول يصير هيك شي؟ معقول إنسان يحب واحد شافه من بعيد وكان بعمر صغير وحتى ما بيعرف اسمه كمان؟ ايه لهي الدرجة. أشرف كان يحبها لهي الدرجة، وحتى كان يدور عليها بكل وش بيشوفه بالشارع أو بأي مكان. بالنهاية التقوا سوا، بس الأمور ما مشيت مثل ما بده. هدول الثلاثة جوردال مسلم وفاروق هن الرجال يلي حوالين أشرف، خاصة جوردال بيكون أقرب واحد لأشرف. اصحك لا تزتي اصحك، انت وحدة أنا مجنونة وما عندك عقل. مين هي بولند؟ ليش عم تزتي علي المزهرية؟ احكي الله ياخدك احكي ويريحني. بسرعة، مين هي بولند؟ مين؟ لك هذا واحد بيشتغل معنا ومنحبه كتير. حاجة تجذبها يعني، معقول انت ليش تقتلك؟ انت اكيد هذا جنيتي. أخي جوردال لقبه المجنون لأنه كان مجنون عن جد وأقرب واحد لأشرف، بيعتبره مثل أخوه، وبالمناسبة بيستخدم السلاح منيح بس للأسف نسونجي. كان مكتوب بولانت على الموبايل، ليش لحتى ترديه؟ بحياته كان في أكثر من مرة، بس الغريب إنه كان يحبهم كلهم. الو داريا، كيفك حبيبتي؟ متضايقة شوي شو في يا روحي، مين اللي مضايقك؟ احكي لي لشوف. صراحة بتوقع اني حامل. جوردال كان في عنده عادة سيئة، أو بالأحرى في عنده عادات سيئة كتير، بس أسوأ واحدة فيهم إنه ما فيك تعرف إمتى ممكن ينفجر. أحيانا بتشوفه ألطف زلمة بالدنيا، بس لما يعصب بصير أخطر واحد ممكن تشوفه بحياتك. وهذا هو مسلم، لقبه العنيد، مقاتل شرس. من قبل حارب بالشيشان وما كان في مكان ما بيقدر يفوته. تعرف على أشرف بالسجن، انحبس 12 سنة، والسبب انه اقرب رفيق لأله باعه، لهيك كره الدنيا. ما كان يرتاح غير بمكان واحد وهو الجامع، وكان احيانا يروح ليشوف من بعيد الناس وهي عم تصلي، بس كمان كان تارك وراه عدد جثث ما بتنعد. دائما كان يقول لازم اترك هالشغل وانه ندمان، بس كيف؟ ما قدر يلاقي الطريقة. وهذا البروفيسور فاروق، الزلمة الوحيد بالفريق يلي درس بالجامعة. لما اكتشف انه مرته عم تخونه ما قدر يأذي مرته، فقوص على الزلمة يلي خانوا معه وقتله، وكمان تعرف على أشرف بالسجن. أعصابه كانت هادية لدرجة بتخلي الناس تعصب. ناقص 37,000 تقريبا. يعني انت سرقت المعلم أشرف. شو يلي عم تحكي؟ أي سرقة هي؟ وبعدين مين هذا أشرف اللي عم تحكي عنه؟ كل شي واضح هون، هي الحسابات وهي البضاعة اللي فاتت. أكيد في غلط بهي الأوراق. لا ما في غلط، لهيك اوعك تعيد هالشي. أنا متأكد إنه في غلط. طيب باسم المعلم أشرف أنا مضطر أوص عليك، بس رح كون ممنونك إذا ما عيطوا. شو يلي عم تساوي؟ أكيد ما رح تعمل هيك. لك أنت واحد مجنون. طول بالك، شو عملت؟ ليش قوصت عليه؟ المعلم أشرف قال لك 3 أيام. آه آخ من قلبي الطيب، آخ. بترجعهم بعد 10 أيام، بس ما عاد نتعامل سوا. سمعتوا شو قلت؟ خلص تمام أخي، مثل ما بدك. يلا عن إذنكم. فعلا شخص مزعج، كان مفكر انه رح يتصالح مع مرته بشي يوم. صح هو مجنون، بس كمان رومانسي، تركيبته غريبة، فيك تقول انه فريد من نوعه. ما قدرت أوصل لأشرف، ما عم يرد. ليكون راح لهنيك. هذا الزلمة يا اما رح يجنني يا اما رح يجيب لي جلطة بشي يوم. شو هالهوس اللي عنده؟ عن جد ما عم بقدر افهمه. نحن اعصابنا تعبانة بس ما عم يقدر. جوردال ما في داعي تعصب هيك، تعرف ما رح يتراجع عن هالشي. رح يتراجع.
وبكرة بتشوف. فهمني شو عم تحاول تساوي؟ فهمني شو اللي عم تحاول تساويه؟ كرمال الله بس فهمني، يعني معقول ما داخلك لهلا؟ يا اما انت جنيت يا اما بدك تخلينا نجن، ولا لا تكون حابب تفضحنا قدام العالم. انت اكتر واحد بيعرف انه عزرائيل عم يلاحقنا يوم بيوم. الاعداء تبعنا عم يلاحقونا والشرطة عم تلاحقنا كمان، وحتى في وسخات بهي البلد كمان عم يلحقونا وما بنعرف مين هنن. بس المعلم وين؟ قاعد بالكازينو ولا على باله وعم يسمع اغاني. خلص بقى جوردان، لا تكبر القصة. ليك مسلم اصحك تتدخل وقال عن جد رح زعلك هي المرة، لاني عم بحكي عن جد وما عم بمزح. في احتمال انه بكرة او بعد بكرة بابا يعقوب يموت. فيك تفهمني شو اللي رح يصير للايتام؟ مين اللي رح يجمع كل هدول الناس غيرك؟ فهمني. طيب ماشي، اذا كنت ما عم تفكر بحالك، طيب على القليل فكر فينا ولا مالنا قيمة؟ اذا ما كنت منتبه فانت هاملنا على الاخر. يلا اشرف كرمال الله احكي شي. اشرف طلع فيني، يلا طلع. شوفي، لقيت رؤيا؟ لقيت شي؟ معناتها ما لقيتها. كرمال الله ليش ما عم تفهم علي؟ انت عن جد رح تخلي عالي يطير من راسي؟ مر كل هالوقت ولسه عم تفكر فيها؟ قل لي كم سنة صار لها القصة؟ ليش ما عم تقتنع انه يمكن تكون تزوجت؟ ومو بس هيك، يمكن يكون صار عندها اولاد كمان، او حتى يمكن سافرت لغير بلد. قل لي هالشي ما بيصير؟ جاوبني. لك بجوز توفت وبجوز هلا بالقبر. القلب بيحب مرة واحدة بس مرة. تمام معك حق. تمام. برافو. بتشكركن كتير لتفاعلكن الحلو معي، وبتمنى تكونوا انبسطتوا معنا بهالحفلة. يعطيكم العافية شباب. وهي كمان يوم تاني المكان فاضي. صح. يسعد مساكم. مين المسؤول هون؟ أنا. بدنا نسكر الباب. لا، ليش؟ ما عم بقدر ادفع ديوني. معناتها ما رح نقدر ناخد مصارينا. للأسف ما فيني. حاكن علي يا شباب، سكروا لي حساب الطاولات. كنا منعرف انه هالموضوع رح يصير، بس اكيد رح نتخطى هالايام الصعبة ولا شو؟ اساسا بقيلنا شوي ورح نوصل لهدفنا، لهيك رح نتحمل. ماشي، بس انا ما عاد بدي صير مشهور لا هلا ولا بعدين. تمام، بس القصة مانا قصة شهرة وبس. اوكان
في عنا أحلام تانية وأهداف تانية ولا أنا غلطانة؟ لازم تعرفي إنه في فرق بين الحقيقة والأحلام. جيرين، بعرف كلامي بيضايقك. المحطة التالية شيشانة. المحطة التالية شيشانة. طيب رح أنزل بهذا الموقف، بس لا تتشائموا. تمام؟ تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بشوفكم. شيشانة. خلينا على تواصل. انتبهي على حالك. طمني عنك، شو أخبارك عمو؟ والله الأمور ما لها منيحة بنتي. من فترة وعدت أحفادي إني أشتري لهم كرة قدم. بسيطة، مو مشكلة، لا تضايق حالك، هلأ منحل هي القصة. إن شاء الله. بتتذكر الغنية تبعنا؟ يلا عزف لنا إياها عمي، أنا جاهزة. Değmeyin feryadıma, figanıma değmeyin. تعالوا خلينا نسمع. Eğer sevda bu demekse صوتها كتير حلو. ايه عن جد؟ ben vazgeçtim. تعالي خلينا نسمعها. يلا تعالوا شوفوا، خلونا نسمع. حلو كتير. يلا كلنا مع بعض. Hadi yüreğime gayret, yine sıkı dur, yine sabret. Başını eğmedik dur, bu bir rüyaydı farz et. Hadi hadi yüreğime gayret, yine sıkı dur, yine sabret. Başını eğmedik dur, bu bir rüyaydı farz et. Hadi hadi yüreğime gayret. برافو ما شاء الله عليك. شكرا كتير. صوتك حلو. يعطيكم العافية. شكرا إلك. شكرا. شكرا إلك. يلا تعالي. ما شاء الله قديش صوتها حلو. شكرا إلك، عن جد يسلموا. بنتي امسكي هدول لإلك. شو عم تساوي عمي؟ هدول لأحفادك ولا بدك إزعل؟ شو تزعلي؟ أكيد لا. كتر خيرك بنتي. سلم لي على أكيد أحفادك. بيوصل. انتبه على حالك، لا تضلك انتبهي على متأخر حالك. الوقت. الله معك، الله معك. يا ربي شو هالحالة مع شخيره لهالزلمة. خلصنا بكفيه. ما خلاني أعرف نام لوش الصبح. جوردال جوردال جوردال، شو في حدا هجم علينا شيء؟ مين؟ احكي مين؟ شو في؟ لا في هجوم ولا شي، بس انت كنت عم تشخر كتير.
يا الله حرام عليكم، شو هالافلام الوسخه اللي عم بتساووا فيني؟ فكرت حدا هجم علينا، في حدا بفيق واحد نايم هيك؟ ما في حل تاني، لأنه شخيرك ما خلانا ننام. لولا اليمين يلي حلفناه بالسجن ما بقعد معك دقيقة. أنا عم فكر نصير ننيمه بغرفة لحاله. خلصنا مو وقت جنانك هلا. يلا شباب، اليوم يوم الأيتام. يسعد صباحك ماما حفيظة. وصباحك ابني. ايه منيح اللي فقتوا كلكم. يسعد صباحك ماما حفيظة. وصباحك ابني. صباح الخير. شو بدك؟ اللي شوفي. انت اللي شوفي ابني. الرجال الحقيقي ما بيضل نايم للظهر. اي ظهر هاد؟ الساعة لسه 8 الصبح. ما في غير شخص واحد بينام للظهر وهو جوردال. خلاص انت شو هالحالة؟ بتعرفوا اني بحب النوم لدرجة اني بعد ايدك وروح لهنيك. يلا من الصبح معصبة. خلص طولي بالك يا احلى وردة. هوب وهي اخذتون. فاروق مسك مسك مسك. هات لشوف. وهي الشاي. صبلي. أشرف، بدي افهم شغلة، من وين جبت هالمجنون وورطتنا فيه؟ هاد الزلمة مستعد يلاقي إبرة بكومة قش. ايه مزبوط كلامك. خلص لا تستلموني من وش الصبح، ضلينا طول الليل عم نفتل من كازينو لكازينو لحتى بالاخر لقينا للسيد اشرف وفوقه عم تتمسخروا. معقول؟ ايه بس بالنهاية هذا هو شغلك. اوه ما بيهون عليها نحكي عليه. إيه الله يخلي لي ايه اياك. واضحة. سام معي. هات. اللي شو صار بالشغل؟ حليته. كيف؟ قوصت عليه والله؟ وبعدين عطيته مهلة 10 أيام. شو عم تحكي؟ ليش ما حطيت فائدة عليه؟ شو هالتخبيص؟ نحن ما بنشتغل بالربا لنعمل هيك. لكن جمعية خيرية؟ الفائدة حرام وقت للناس حلال. ايه شباك، هذا الشيء غير هداك الشيء. شو هالسير اللي عم تفتحوه على الفطور؟ طلعوا فيني، لا تخلوني بلش فيكم كلكم من الصبح. يلا كملوا اكلكم قبل ما يبرد. اصحكم تعصبوا ماما حفيظة. الله يسلم ايديكي ماما. صحة وعافية. صباح الخير عمي محرم. طلعوا من بيتي. شو قلت؟ من فترة حكيتكن وقلت لكم ادفعوا الأجار بس ما دفعتوا غير 3 شهور. بنتي أنا عايش من ورا هالأجار، أنا شخص مريض ومرتي كمان وعايشين من هالأجار. بعدين الأجار ماله كبير، يعني على القليل ادفعي على الوقت. ايه مزبوط كلامك، شو ما قلت معك حق عمي. بدي اياك تعرف انك ما قصرت معي، بس صدقني بعد ما دفعت قسط المدرسة تبع اختي عفراء ما زاد معي مصاري لأدفع الأجار. ليكي بنتي انت بتعرفي اني مالي واحد طماع. أكيد عمي. أنا مقدر وضعك وانت قدري وضعي. يا اما بتدفعي يا اما بتطلعي، والا راح خبر الشرطة. ما عاد فيني اصبر اكتر. راح اعطيكي شهر واحد بس. يلا عن اذنك. اذنك معك. اختي خير، شو في من عند الصبح؟ لا ولا شي، انسي. هاد كان صاحب البيت؟ ايه. ليكي اختي، بدي اقول لك شغله. شو رايك لو اني اترك المدرسه واشتغل وصير ساعدك؟ اكيد ما رح نعمل هيك شي، انا بحل الموضوع. ايه بس ما معنى ندفع الاجار. خلص قلتلك اني رح حل الموضوع، بس لازم نصبر شوي. الو نعم. كيف؟ طيب سكر برجع بحاكيك. خير ان شاء الله. شو في شخص ناشر فيديو لإلي. ورجيني. الفيديو وصلان ل 250,000 مشاهدة ب3 ساعات. ورجيني التعليقات. ما عم صدق، هدول كاتبين شغلات كتير حلوة عنك. جاني اتصال. الو نعم. أنسة نيسان، أنا إبرو من جامعة عفراء. تفضلي. أقساط الجامعة تبع عفراء ما اندفعت لهلا، ولهذا السبب اتصلت فيكي. ما فهمت كيف يعني ما اندفعت؟ بس أنا بعتلك الأقساط مع عفراء وأكيد اندفعوا. مع الأسف لا.
طيب برجع بتصل فيكي بعد شوي. شو اللي قالته هي المرة؟ ليش شو قالت لك؟ قالت لي الأقساط ما اندفعت. عطيتك مصاري لحتى تدفعي الأقساط؟ ايه بصراحة ما قدرت ادفع. شو يعني ما قدرتي تدفعي؟ شو عملتي كرمال الله فهميني؟ أنا اضطريت أصرف هدول المصاري. كيف؟ وين رايحة فهميني كيف؟ هالمصاري كانوا مشان الجامعة، شو عملتي؟ أنا كرمال جامعتك ما دفعت أجار البيت وصاحب البيت كان رح يقلعنا. فهميني وين صرفتيهم؟ كرمال الله جاوبيني عفراء، وين صرفتي المصاري؟ فهميني هلأ من وين رح نقدر ندبرهم؟ معقول ما بتفكري غير بحالك؟ لساتك لهلأ عم تحكي مع هداك الشاب مع أني نبهتك ما تحكوا سوا. فهميني شو عم تحاولي تساوي؟ ولا لتكوني مو شايفة وضعنا؟ تصرفاتك رح تخليني جن. بكفي بقى عفراء، بكفي. عفراء استني لا تروحي. يا ريتني متت أنا كمان بهداك الزلزال. تمام لا تقلقي، بإذن الله رح نحل كل شي. عن جد بعتذر منك كتير اختي. نحن طلعنا من تحت الأنقاض، برأيك هالشي رح يدمرنا؟ لا تتضايقي مني. أكيد لا. صباح الخير. صباح النور. انت وصلني اليوم. أمرك معلم. رح نروح بسيارتي. يلا رح جيبها فورا. شو يعني مصاريك راحت؟ الواطي أخذ المصاري وهرب. شي حلو والله. ولوين هرب؟ لبرات البلد. لبرات البلد. على فكرة كنا رح نربح كتير، فيكن تقولوا تقريبا 30%، وهالمصاري رح تكون نظيفة وما في داعي نغسلها. وبما انكم اخذتوا لي مصاري فرح اخلص عليكم. نحن ما لنا ذنب اللي صار، بعدين كيف كنا رح نعرف انه رح يهرب؟ في حل واحد، لازم ترجعوا لي مصاري.
هدول 10 ملايين دولار من وين بدي أمن لك ياهم؟ هالشي ما بيخصني. اعملوا شو ما بدكن وامنوهم، المهم ترجعوا لي المصاري لايدي. قارو تمام معلم، بس اعطينا مهلة لنأمن لك ياهم. ما في مهلة، بتعملوا اي شيء وبترجعوا لي مصارية حتى لو بعتوا اعضائكم. سمعتوني شو حكيت؟ سمعنا معلم. لازم نروح، بابا يعقوب ناطرنا. اليوم هو يوم الأيتام. شو بدي أعمل؟ خسرنا كل مصارينا، إذا عرف بابا يعقوب وقتها رح يقتلني لأنه هي مصاري أيتام. هلأ ما رح نحسسه بشي، لازم نتصل بعزت آغا. ألو؟ كيفك عزت آغا؟ بدي إياك بموضوع ضروري. لا، على التليفون صعب، لازم شوفك. يلا جاي فورا. لوين رايحين؟ انت خليك عم تسوق. امرك معلم. تعالوا جوز. شو مين رح ندفن معلم؟ الخيانة. شو يلي قلته للشرطة عجوز؟ ما في شرطة ولا شيء أخي، هلأ بشرح لكم شو كل اللي شيء. قلته للشرطة عجوز؟ بترجاك سامحني. بعد هيك معلم أشرف، ابن عمي موجود بألمانيا وقدمت على فيزا، بس ما وافقوا لي عليها، وهدول لما عرفوا بهالقصة قالوا لي رح يساعدوني، بس بشرط اني اخبرهم عنكم. بس صدقني ما قلت لهم شي كتير، وحتى اني قلت شي ما صار. يعني معقول اعمل هيك؟ بترجاك لا تقوصني. يالشين، نظف كل شي ورانا وخلص من موبايله، لا تنسى شي. تمام أخي، أنا بحلها. على الفندق؟ على فكرة عم بتدلليها كتير لعفراء. بلا تخبيص أي دلال هاد، انتي مو فهمانة شي. لازم تعرفي انه بهالدنيا ما في إلنا غير بعض، وإذا ضغطت عليها شوي ممكن أخسرها. طيب وشو ساوت بالمصاري؟ صرفتن على التياب. يعني بالنهاية هي صبية وبتحب هيك شغلة. يعني شو قلة هالمسؤولية هي؟ قولي هذا الحكي لها مو إلي، لا تعصبي علي. تمام، اللي صار صار وخلص. فكروا شو رح نعمل. تذكرت بدي لكم شغلة. اها، شو هي؟ اتصلوا فيني من فندق. في عندهم حفلة عرس. هي ليلة؟ بالضبط. عرس؟ ايه. واضح انه ما عجبتكم الفكرة. فهميني.
نحن شو رح نساوي بالعرس؟ شو يعني شو رح نعمل؟ أكيد رح نروح ونعمل حفلة، أصلا ما عنا شغل، وكأنه في عنا خيارات كتير. انتبهي على حالك. انتبهي على حالك. عاطف تعال شوي. ما عم بوصل لأوغوز. مو اليوم بيكون يوم الأيتام؟ ايه ايه يعني احتمال يكون ماله فاضي. روح دور وعرف لي ليش مختفي. تمام، رح حاول الحق اشارة موبايله ورح لاقيه. ايه بالمناسبة اليوم في عنا اجتماع اكيد مو نسيانة ما؟ امتى الوقت؟ على 5. المفتش يلي اجا من جديد، المدير عطاه ملف القضية لحتى يشتغل عليها. شي غريب. ليش شو رح يساوي؟ 3 سنين ما قدرنا نحلها، هو رح يحلها هيك فجأة يعني؟ والله ما بعرف، بس بيقولوا عنه انه زلمة كتير شاطر. عكلين انا طالعة لسه في وقت للاجتماع. رح ادفع بالكريدت. تفضلي. لحظة. شلونك يا بنت؟ لك أنا ما نبهت عليك مليون مرة ما تنادي لي بنت قدام الموظفين. استغفر الله، ليش معصبة هيك؟ خلص لا تواخذينا حضرة المديرة، نعتذر منك. الأمور تمام؟ كله تمام، الضيوف كتار وحبيت اهتم فيهم بنفسي. كتير منيح. بالمناسبة بهاء الدين بيك موجود هون وقال لي إنه حابب يسلم عليك. خليني اروح اشوفه. اهلا وسهلا. أهلين فيك أشرف، طمني عنك. تمام وانت؟ تمام، كأنك نحفان كأنك شوي. عم تشبشب لي حالك. فيك تقول هيك مليان شي. كتير. تعالي شوي لهون، بتعرفي شو صار اليوم؟ ما بعرف شو صار. اللي اسمه اوغوز حاكي كل شي للشرطة. ايه حلينا القصة. كيف حليتوها؟ البركة بالمعلم مسلم. يسلم ايديك أخي مسلم. الله يسلمك، راحوا لساته شاب. ما عنا حل غيره. يلا تفضلوا تفضلوا. مرحبا. أهلا وسهلا. اجيت لحتى اقابل إرمك خانم، عندها علم بجيتي. هي بالطابق الثالث، تطلعي بالأسانسير بتلاقيه بآخر هالطريق على اليمين. شكرا لك. العفو. يلا بنجتمع عن قريب. أكيد انتبه على حالك. كأنه طالعين لنفس الطابق. صراحة أنا أجيت لهون مشان مقابلة شغل. شو الشغل؟ لما حكوا معي قالوا لي إنه في حفلة عرس، نحن فرقة موسيقية ورح نغني فيه. حلو. وقت أشرف كان أول مرة بيطلع ببنت بعد سنين طويلة. الإحساس يلي إجاه لما شاف هالبنت مثل الإحساس يلي إجاه لما شاف رؤيا. اطلع على رقبة البنت وما لقى الإشارة يلي عم يدور عليها، يعني مانا رؤيا. بس الإحساس يلي حس فيه خلاه يحس بالندم كتير، لأنه حس حاله وكأنه عم يخون رؤيا. بالمناسبة هو ما بيحب المشاعر الغامضة بالمرة. حبه لرؤيا حب أبدي، وباللحظة يلي شاف فيها هي البنت
ما كان لازم يسمح لحاله أو لعيونه إنهم يتطلعوا فيها أبدا. وبهاللحظة انتبه لحاله إنه كان عم يفكر بهي البنت يلي شافها من شوي، ولهالسبب حس إنه خاين وكره حاله.